السلام عليكم. اليوم غنحضر واحد شويه ديال الرفيسه كما كتشوفوا. ماشي شي داك رفيسه بريستيج ولا شي حاجه، المهم كما كتعرفوا بعض المرات راه كيطلع علينا المرقه في الراس وكنبغوا نوعو. عندي هنايا طريفه ديال الدجاج. انا مشرملاهم ودايرهم في المجمد. هذاك الشيء علاش كتشوفوا فيهم شويه ديال القزبور. وبالنسبه للعطريه غندير واحد معلقه صغيره ديال القزبور الحبوب، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الابزار ديال الكنجبير، معلقه صغيره ديال الحرقوم، واحد كنوره ديال الدمر ديال الزعفران، شويه ديال الملح، وغندير شويه ديال الزيت البلديه والزيت الروميه. ممكن تضيفوا المسخن الا كتبغوه، اولا شويه ديال المروزيه عويد ديال القرفه. وهنا عندي واحد جوج بصلات مقطعين كما كتشوفوا على هذه الطريقه. الرفيسه راه كتبغي البصله تكون زايده. وعندي هنايا واحد الربيطه ديال القزبور والمعدنوس. انا كتعجبني فيها القزبور والمعدنوس، خصوصا في هذه الوقيته راه كثروا القزبور والمعدنوس والبصله دخلهم في الاكل ديالكم بكثره. وغنضيف هنايا واحد الكنبوشه ديال الثوم. وبالنسبه غندير شويه الحلبه والعدس حتى كتشحر ليا المقله، الطنجره عفوا. عاد غنضيف الحلبه والعدس وكنبوشه ديال الثومه. ممكن نضيفوا حتى شويه ديال حب الرشاط والحبه السوداء. المرق صافي. هذا هو تريت او الرفيسه اللي كدير ساهله. كنجمع كلشي في طنجره وغنطيبها. من بعد ما تقلات مزيان راني رويت عليها بالماء. غنضيف لها واحد شويه ديال الزعفران شعره. كما كتعرفوا الزعفران شعره راه كيكون زوين في الاكل وصحي. صافي البنات، هذه هي تريت او الرفيسه كلها واش كيسميه. انا درتها سهله وبسيطه وغير مكلفه. انا ضفت شويه ديال الحلبه والعدس صافي ورويت بالماء. بالنسبه الا بغيت انا كندير الدجاج ما مقطعش، ما كنديرش الحلبه والعدس في الطنجره نهائيا. دابا كما قلت لكم هذه الرفيسه غير مزروبه. اما الا بغيتو تجيكم المذاق ديالها زوين وتجيكم شي حاجه كما كنقولوا بريستيج، راه كتحيدوا الدجاج يطيب لكم في المرقه مع البصله. هذا تضيفوا شويه ديال الحلبه والعدس يطيبوا، ما كيتجمعوش، كيطلق فيهم ديك الدجاج كيطلق ديك الحلبه والعدس فيه، ما كيجيش زوين. دابا انا ما درتش حاجه ساهله وسريعه كما قلت لكم، غير الغدا ساهل للوليدات وصافي. المهم هادشي، ونتلاقاو ان شاء الله مع الفيديو تتمه الفيديو وتشوفوا كيفاش جات. هنا عندي العجينه اللي درت ليها واحد زلافه ديال الفينو وجوج زلاف ديال الدقيق الابيض مع شويه ديال الملحه وشويه ديال المضامه ديال السمن، اما شويه ديال المساخن، اما شويه راس المعلقه ديال السمن. وبالنسبه للسمن راه غادي نضيفو حتى في الطنجره، ضروري السمن في الرفيسه، راه هو اللي كيعطي هذاك المسمى الزوين. صافي وغادي نعجن المسمن ديال الرفيسه او التريت. كما كتعرفوا راه ساهل، غادي نورقو وغادي نحضرها ومن بعد نقطعو ونفورو في الكسكاس. هذا نسقي